بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها مذكرات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد ترامب ورئيس المخابرات الأمريكية قبل ذلك، فاطلع على أسرار كثيرة. كشف عن ما حدث بينه وبين الرئيس التركي أردوغان، وأنه كان سيكسر الباب داخل قصر أردوغان ليدخل ويحضر اجتماع أردوغان مع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي ترامب في ذلك الوقت، وأنه حراسه كادوا أن يشتبكوا مع الحراس الأتراك، ويعني موضوعات أخرى. هل كان ستحدث شجار وعراك، وهل كان معهم الأسلحة داخل القصر الرئاسي؟ لا أعتقد، لكن كان هتبقى فضيحة عالمية أنه الحراس الأمريكان يشتبكوا مع الحراس الأتراك داخل قصر الرئاسة التركي. وكشف الخلافات بين أمريكا وبين تركيا فيما يتعلق بقتال داعش، وأن تركيا رفضت قتال داعش، لكن الحكومة التركية خرجوا اليوم وكذبوا هذا وقالوا احنا كنا بنقول يجب أن نحارب داعش مع الميليشيات الشيوعية في وقت واحد، بل أن أمريكا قالت أن مايك بومبيو هو الذي أشرف بنفسه عندما كان رئيس المخابرات الأمريكية بنقل مقاتلي داعش بالطائرات من شمال سوريا إلى أفغانستان، حيث يقومون بالتفجيرات حتى الآن. أيضا كشف تفاصيل عن أسباب قتل قاسم سليماني، وقال أنه رئيس الوزراء العراقي حيدر البغدادي طلب من أمريكا أن تحميه وتؤمن حياته، لأنه قاسم سليماني ممكن سيقتله إذا ما قرر أنه يفك الارتباط أو يطرد الاحتلال الإيراني للعراق. فقررت أمريكا قتل قاسم سليماني كي هذه رسالة تأديب لإيران ألا تتجاوز الحدود. وأوضح أنهم أرسلوا رسالة للنظام الإيراني: أمريكا لا تنوي قطع رأس النظام الإيراني، يعني نظام هش يعني، إنما فقط ما جرى هو تأديب. فقاسم سليماني لما خرج عن الخط الأمريكي قطعوا رأسه. تعالوا وأيضا تحدث عن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. تعالوا نبدأ ونرى أبرز النقاط، لأن المذكرات كبيرة ممكن نخصص لها حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله. طبعا هذه هي المذكرات. وطبعا مايك بومبيو كان مدير المخابرات وكان وزير الخارجية الأمريكي، ومن المحتمل أنه يدخل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد عامين، فمن الوارد أن يكون رئيس أمريكا. وهو في المذكرات يقدم نفسه للرأي العام الأمريكي على هذا الأساس. هو كتب المذكرات تحت إيه؟ never give an inch، يعني لا تتنازل ولو حتى سنتي ولا بوصة، يعني بالتعبير الأمريكي. وسماها القتال fighting for the America I love، يعني القتال من أجل أمريكا التي أحبها. ونبدأ أولا بما رواه اللي حصل داخل قصر الرئيس التركي أردوغان، وكيف أنه الحراس الأمريكان هو يقول هذا: أنه كنت سأجعلهم يشتبكون وتنرفزنا، وأنه هو حصلت مشادات بينه وبين وزير الخارجية التركي. فيقول أنه بادئ الأمر هو أن الرئيس التركي أردوغان طلب من الرئيس الأمريكي ترامب، قال له اسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، لأنه الجيش التركي سوف يدخل إلى شمال سوريا. وفعلا سحبت القوات الأمريكية، فبدأ الجيش التركي يدخل في المناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية. وطبعا لو الجيش التركي دخل والقوات الأمريكية موجودة ممكن يحدث قصف، ممكن يقتل جنود أمريكان، تحدث أزمة كبيرة يعني. فالرئيس الأمريكي بالفعل، ترامب كان متعاون مع أردوغان بالمناسبة، فترامب سحب فعلا الجيش الأمريكي من هذه المناطق ودخلها الجيش التركي. كما يقول مايك بومبيو أن وزارة الدفاع الأمريكية اعترضت، وزارة الخارجية اعترضت، المخابرات اعترضت. يعني ترامب كان رجل في منظومة، ترامب ولا يعني شمال سوريا ولا الكلام الفاضي ده. وكما قال يعني أن الحكومة التركية قالت لأمريكا: أنتوا يعني عاوزين حقول النفط، في أمان حقول النفط، بس اسحبوا جنودكم. فترامب وافق. لكن الجيش الأمريكي بيعمل إيه؟ بيسرق النفط، أنت ماذا تفعل يعني؟ لكن هو الأساس أنه هو يقسم سوريا ويحمي نظام بشار الأسد، لأن أنت لو الجيش التركي أراد أنه يدخل إلى سوريا هيحصل إيه؟ هيقابله الجيش الروسي وهيقابله الجيش الأمريكي. يعني أنت كي تدخل لتسقط بشار الأسد، بشار الأسد فيه جيشين يحموناه، أقوى جيشين في العالم، الجيش الأمريكي والجيش الروسي، ده بالإضافة إلى البريطاني فضلا عن الصيني. يعني إذا هزموا هؤلاء سيأتي آخرون. فهنا يعبر لك أنه الشيعة النصيريين الذين يحكمون سوريا، اللي هم أحفاد عبد الله بن سبأ، اللي عملوا أول انقلاب عسكري في التاريخ الإسلامي وقتلوا عثمان بن عفان، وحصل مشاكل كثيرة، الذي تصدى لهم سيدنا معاوية والدولة الأموية، يعني رحم الله بني أمية.
ورحم الله الحجاج تصدى له. فربنا شرف الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله بأنه يتصدى لهذا المشروع. كل اللي بيشتموا الحجاج هذه الأيام عاوزين نشوفكم راجل. هل استطعتم أن تفعلوا شيئا مما فعله الحجاج؟ قبحكم الله. هو لو الحجاج موجود كان المسلمات تغتصب في سوريا؟ كان المسلمات تغتصب في الصين؟ نرجع. المهم شوفوا المنظومة يا جماعة. فالرئيس الأمريكي ترامب في ظل ضغط المؤسسات الأمريكية فقال لهم اذهبوا لأردوغان. فسافر مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي والتقى بأردوغان ومعه وزير الخارجية مايك بومبيو. فاللي حصل انه الأخ أردوغان قال لمايك بينس نائب الرئيس الأمريكي تعالى كده على ايه؟ على جنب. واخذوا على جنب وبعدين دارت المحادثات بينهما. فمايك بومبيو يقول فوجئت ان المحادثات الفردية على انفراد بينهما استمرت اكثر من 30 دقيقة. فالفار لعب في عبه. فبدأ يعني يثور ويقول لابد ادخل. وزير الخارجية التركي مولود جوش اغلو كما خرج في تصريحات قلت لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لا يحق لنا ان ندخل طالما انه الزعيمين لم يدعونا للحضور. ده رئيس دولة ونائب رئيس دولة ونحن وزراء خارجية، كيف نفتح الباب وندخل عليهم دون دعوة منهما؟ المهم مايك بومبيو عمل صراخ وعمل أزمة وقال أنا هكسر الباب. والحراس الأمريكان المرافقين له والحراس الأتراك أخذوا وضع الاشتباك كما يقول. أنا أعتقد أنه فيه ولا هو هيكسر الباب إزاي؟ يعني الباب صعب وبعدين يعني ما يعني وبعدين هيحصل اشتباك فين؟ لكن أعتقد أن هذا موجه للشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي مسيحي أو حتى أديان أخرى، فهو يقول لهم هذا أردوغان زعيم المسلمين، لأنه سيقول في مذكراته أن أردوغان تحول إلى زعيم إسلامي مستبد. وهذه الجملة المفتاحية لكل ما يقوله مايك بومبيو في مذكراته عن العالم الإسلامي، أنه بينظر لك على أنك إسلامي ولا علماني. فهو طبعا يريد أن يقول لهم احنا لما كنا في قلب العاصمة التركية وهناك عند أردوغان زعيم المسلمين أنا ثرت داخل القصر وهددت بقصر الباب وكنا هنشتبك وهنعمل و تفسيري أنا، وهذا ما قاله وزير الخارجية التركي، يعني هو خشي أو تشكك في مصداقية مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، لأنه ممكن يحصل اتفاق بين بينس وبين أردوغان، وممكن أردوغان يعطي رسالة خاصة إلى ترامب الرئيس الأمريكي مع مايك بينس. والسؤال لماذا أردوغان أخذ نائب الرئيس الأمريكي وعزله عن كل الوفد الأمريكي؟ ده سؤال. لأنه اللي نستشفه من تصرفات الرئيس التركي أردوغان خلال هذه الزيارة نجد تصرفات غريبة. في البداية أخذ مايك بومبيو وزير الخارجية اللي هو موقفه متشدد جدا ضد تركيا وأجبره أنه يشاهد فيلم عن الانقلاب العسكري في تركيا 3 ساعات. فطبعا دمره نفسيا أو يعني إيه خلاه يكره نفسه. فطبعا أنت أشبه ما كده تروح تشتري حاجة من واحد وبعدين هي سعرها $100 مثلا، فهو تقول له هي $10، فأنت كده كسرته. يعني لو أنا دفعت لك $40 كويس جدا. فهو أردوغان يعني إيه وزير خارجية وقته مشغول، تروح أنت تقعده أمام فيلم 3 ساعات. فطبعا واضح أنه أردوغان أراد أنه هو يضيع وقت مايك بومبيو، يتعب أعصابه، يجعل أنه ما يطلبش حاجات كتير أو يعرف أنه لابد يخفض سقف طلباته، وأردوغان يفرض جدول النقاش أن في انقلاب وفي مش عارف حصل كذا وشوف اللي اتقتلوا في الشارع وما موقفك يا مايك بومبيو من هذا وطلع لنا بيان بهذا. يعني يستنفذ طاقته وقدرته في موضوع الانقلاب وفي موضوع الفيلم. لكن هو فيلم ايه اللي انت تخليه يشوفه 3 ساعات؟ يعني ما في فايدة عملية. هو مايك بومبيو محتاج يشوف فيلم عشان يعرف ماذا حدث في تركيا؟ وهل أردوغان يعول على انه مايك بومبيو لما يشوف فيلم 3 ساعات عن انقلاب عسكري ضد الديمقراطية في تركيا فكده مايك بومبيو يقول له نحن مع الديمقراطية؟ لا. تصرفات أردوغان انه عمل أمرين غريبين، انه خلى وزير الخارجية يشوف فيلم 3 ساعات ولكن لم يعرض هذا على مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، وبعدين أخذ مايك بينس في غرفة منفصلة مع بعض. طبعا جزء منها أنه مايك بومبيو ممكن بيتهم مايك بينس بالخيانة
وأنه خائن لحساب المسلمين وكلام من هذا القبيل، وهذا ينفعه في إيه؟ في الانتخابات الأمريكية. لكن لا أعتقد أن مايك بنس مسيحي متشدد يعني. طيب أيضا دي الجملة المفتاحية. مايك بومبيو قال في مذكراته: أردوغان إسلامي مستبد. هذه أخطر جملة قالها مايك بومبيو، ويعني بتقول إن احنا لابد إن احنا نسقط الرئيس التركي أردوغان. وهنا يريك كيف داعش والسلفيين شغالين ضد أردوغان، إنه أردوغان علماني. طيب الأمريكان كيف يرونه؟ يرونه زعيم إسلامي. لماذا أردوغان مستبد؟ لأن أردوغان لا يسمح للشيوعيين بحرية الحركة. الشيوعيين لهم نفوذ كبير في تركيا، ولكن ليس 100%. يعني نفوذ الشيوعيين تقلص 20-30% منذ وصول أردوغان للسلطة، وبدأ يجري طردهم من بعض المراكز، وبدأ يجري تغيير دماء المؤسسات التركية، وبدأ يجري تغيير الأمور الثقافية شيئا قليلا، ليس كافيا. يعني أنا ما أرى في تركيا التغييرات اللي قام بها أردوغان قليلة، ولكن أحسن من الوضع الكارثي الذي كان قبله. طيب وزير الخارجية التركي رد وقال ده هو مايك بومبيو والجيش الأمريكي هو الذي نقل داعش بالطائرات إلى أفغانستان، وهم الذين يفجرون الآن. وقال طبعا مايك بومبيو أيضا قال في مذكراته أنه حصل موضوع قتال داعش الذي حدث، أنه إبراهيم قالين اللي هو المتحدث باسم أردوغان مع رئيس المخابرات التركية هكان فيدان ذهبوا لأمريكا وأجروا محادثات مع مايك بومبيو في إحدى المرات، وقالوا له أن تركيا سوف تقاتل كل التنظيمات الإرهابية. يقصدون التنظيمات الشيوعية اللي هم الانفصاليين اللي بيسموا نفسهم الشيوعيين الأكراد هؤلاء، ودول شيوعيين أرمن، وداعش مع بعض. الجيش التركي هيدخل يحارب الطرفين. فأمريكا اعترضت وقالوا لا، احنا متحالفين مع التنظيمات الشيوعية. فتكهرب الجو، وألغى أو أوقف الاجتماع إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان وهكان فيدان رئيس المخابرات التركية، وغادر الصالة أو غرفة الاجتماع كما جاء في مذكرات مايك بومبيو. أيضا مايك بومبيو قال: لما زرت تركيا أردوغان أجبرني أن أنا أشاهد فيلم 3 ساعات عن الانقلاب في تركيا، وكان الأمر ممل ومضجر وأنا تضايقت. وخرج وزير الخارجية التركي قال هو فعلا كان متضايق، لأنه يوم الانقلاب كتب تغريدة يعلن فيها تأييده للانقلاب العسكري في تركيا، ولكن عندما فشل الانقلاب وخاب توقعه مسح هذه التغريدة يعني. أيضا إبراهيم قالين اللي هو المتحدث باسم أردوغان قال: تركيا عرضت قتال داعش والمنظمات الشيوعية معا، يعني احنا نقاتل الاثنين. أمريكا كانت بتقول لهم لا انتوا خشوا حاربوا داعش بس، فتركيا قالت لهم لا. فهو مايك بومبيو يقول أنه الجيش التركي قال سوف نتعرض لخسائر لو قاتلنا داعش، لكن احنا ممكن نقاتل الاثنين. ويقول ان هذا بسبب جبن من القادة الاتراك، هذا ما يقوله مايك بومبيو. لكن المسؤولين الاتراك قالوا لا، احنا كنا نريد قتال الاثنين. ومايك بومبيو يقول ايضا هذا، يعني لانه وانا هخش حارب لك داعش ليه؟ ما اخش مره واحده. يعني ايه؟ امريكا تريد ان تركيا تشتغل منفذه لسياستها، بينما تركيا تريد ان هي تدخل تنفذ سياستها الخاصه يعني. فلم يتفق الطرفين. وطبعا هو بيصف المفاوضات مع المسؤولين الاتراك بانها مزعجه، وأن هؤلاء المسؤولين الأتراك دائما يضعون عند المفاوضات طلبات تؤدي إلى صدام بين تركيا وبين أمريكا، وأن المفاوضات في غالبية الأحيان كانت تفشل. طيب نكمل. أيضا إبراهيم قالين المتحدث باسم أردوغان قال أنه أمريكا، ده بيرد على مايك بومبيو، تساند الشيوعيين. انظروا، أدي العالم الأمريكي مع عالم منظمات، أدي النجمة الشيوعية هي. فأمريكا الرأسمالية الإمبريالية واللي المفروض ان الشيوعيين اعدائها، لكن هي امريكا اللي بتمول كل الحركات الشيوعيه وامريكا هي اللي بتطلب من ان الشيوعيين يكونوا في وزاره الثقافه ويسيطروا على المساجد. واحنا عندنا في مصر كان يعمل لك عبد الرحمن الشرقاوي يعمل لك الحسيني شهيدا والحسيني ثائرا، مفيش حاجه عن مقتل سيدنا عثمان. فامريكا بترعى التشيع واليسار في العالم. فبقول لك ورغم ذلك ان امريكا تدعي الرأسماليه. يا عم هم كلهم اصلا شيء واحد اصلا يا جماعه. مايك بومبيو قال مساله مهمه، قال بالنسبة لي اليونان، أنا أكثر وزير خارجية أمريكي يؤيد اليونان. ودي مسألة مهمة. يعني هو بيؤيد اليونان لأنها مسيحية، وضد تركيا لأنها مسلمة. فبيقول أنا أكثر وزير خارجية أمريكي يؤيد اليونان منذ عهد هنري كيسنجر. طبعا عنده ناخبين أمريكان أرثوذكس في الداخل، فيريد أن يكسب أصواتهم.
أيضا قال: أنا زرت كنيسة اسطنبول، لأن كنيسة اسطنبول يتبعها 300 مليون مسيحي حول العالم. كان في زيارة كده هو زار فيها اسطنبول ولم يصطحب معه أي مسؤول تركي، وذهب لهذه الكنيسة وزارها. فانظر، هو ممكن بعد ما هذه الزيارة ذهب للخمارة وذهب لكذا، لكن هو في النهاية يتذكر المسيحية التي لا يؤمن بها. يعني هو لا حريص على الكتاب المقدس ولا أي حاجة في أي حاجة، لكن مسألة إن هو علماني وإن هو أمريكا بتنظر الناس كلها على أنهم لا تنظر لدينهم غير صحيح. اللي يقرأ منكم مذكرات المسؤولين الأمريكان يجد تدقيق شديد في الأمور الدينية، في الأمور الاجتماعية، في الخلفيات الثقافية، في كل شيء. ما فيش الكلام العبيط الذي يقال لنا في الإعلام. طبعا تحدث عن زيارة زعيم كوريا الشمالية سرا، وأن هو عندما نزل إلى المطار في بيونج يانج قابله نائب زعيم كوريا الشمالية وقال له: لقد أكلنا العشب خلال 50 سنة الماضية، ومستعدين أن نأكل العشب خلال 50 سنة المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية. مايك بومبيو يعلق يقول: لكن هو بالتأكيد هو ونائبه يعني لم يأكل العشب، يعني إنما الشعب طبعا في تقزم في كوريا الجنوبية. وهو طبعا احنا فاكرين الزيارة بتاع زعيم كوريا الشمالية والقائه مع ترامب على خط الحدود الفاصل بين البلدين، وهو مايك بومبيو سماه الضفدع المتعطش للدماء. المهم يعني دي من الأمور الطريفة. طيب نأتي إلى إيران. لما جاء عند خامنئي قال إنه أوباما يجامل خامنئي وإيران. اليسار الأمريكي بيجامل إيران وعمل معهم الاتفاق النووي، وهذا كان سيجعل إيران قوة نووية. والواقع أن الرئيس الأمريكي ترامب كان له موقف معادي إلى حد ما من إيران، وكان يتبنى في ذلك الموقف الإسرائيلي. إسرائيل ترى أنه وجود إمبراطورية فارسية هيدمرها. يعني هي إسرائيل لا تريد المسلمين السنة بجوارها، ولا تريد إمبراطورية فارسية، ولا تريد أي دولة كبيرة ولا روسية ولا أمريكية ولا غيره يعني. المهم، فترامب كان أكثر تبني للخط الإسرائيلي احتواء إيران يعني. طيب هو حكى قصة قتل قاسم سليماني، فيقول الذي حدث أن إيران في عهد قاسم سليماني كان بيقود ميليشيات الحرس الثوري أو ميليشيات القدس، ما كلها اسماء واحدة. ميليشيا القدس المجرمة التي تقتل المسلمين اسمها القدس، ولم تطلق رسالة تحرير فلسطين. كل مذابحها قتلت ملايين المسلمين يعني. ما الذي حدث؟ يقول: نحن اختلفنا مع إيران على إدارة العراق، فإيران كانت تسيطر سيطرة تامة على العراق. فيقول: قرار قتل قاسم سليماني اتخذ بعد مقابلة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي. يقول: التقيت به وقلت له: يجب أن تقطعوا علاقاتكم الاقتصادية مع إيران، ويعني يبقى في بقى سيكس بيكو شيعي بقى، مش امبراطورية شيعية. يعني عملنا سيكس بيكو سني بعد الحرب العالمية الأولى لما أسقطنا الدولة العثمانية، الآن هنعمل سيكس بيكو شيعي. فإيران دورها انتهى في العراق في كذا، خلاص الشيعة مسكوا هنا والشيعة مسكوا في سوريا وخلاص يعني. إيران بقى تشوف السعودية تحاربها، تشوف تركيا، تشوف دولة أخرى تدمرها وتعمل سيكس بيكو فيها. فحيدر العبادي قال له: يا بومبيو، أنت تأتي وتأخذ نقودي، أنت حرام يعني، احنا بندفع لك الجزية، أنت تأتي ثم تأخذ نقودي وتذهب، لكن بعد أيام سيأتي قاسم سليماني إلى بغداد ويراني ويأخذ روحي، يعني سيقتلني يعني، فأنا لا أستطيع أن أوقف العلاقات الاقتصادية مع إيران. فهنا مايك بومبيو بعد ذلك يعني في السياق العرض يقول: هنا اجتمعنا مع الرئيس الأمريكي ترامب وقررنا أن احنا نقتل قاسم سليماني. فيحكي عن قصة قتل قاسم سليماني أو ليلة قتله. يقول: اجتمعت مع الرئيس الأمريكي ترامب بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان، وقلنا له: سيسافر سليماني من بيروت إلى دمشق ثم بغداد على رحلات تجارية. يعني الأمريكان كانوا عارفين الأسماء المستعارة والشركات الطيران وقبل أن يتحرك قاسم سليماني، يعني هو مكشوف أمامهم تماما يعني. ولدينا الأدوات الضرورية لوقف قيادته لهذه الجهود الإجرامية، وهذا هو هدف عسكري مشروع. وبالفعل ترامب وافق على قتل قاسم سليماني، وبعد ما قتلوا قاسم سليماني أرسلوا رسالة لخامنئي: أرسلنا لإيران لن نقطع رأس النظام لكن مستعدون للتصعيد. ولذلك تجد أن حسن نصر الله أيامها زعيم حزب إيران هذا اللي في لبنان قال: الجنود الأمريكان الآن يعودون رأسا لأمريكا، سنعيدهم نائمين، يعني سنقتلهم يعني، ولم يستطع أن يفعل شيء لأنه كان التهديد شديد يعني.
فالمسألة احنا بنأدبكم، ولابد يا إيران تعرفوا أنكم كلب الصيد لنا في المنطقة، ولو أيها الكلب خرجت عن الخط المرسوم لك هنضربك بالعصا. فطبعا قاسم ضربوه بالعصا وطيروا رأسه. أضاف أنه تم اغتيال قاسم سليماني بطائرة اسمها MQ-9 هذا هو كذا، وهذه الطائرة تتبعته وراقبته في الجو. تحدث أيضا عن محمد بن سلمان، فقال إن بن سلمان يقود أكبر إصلاح ثقافي في تاريخ السعودية، وهو شخصية تاريخية على المسرح العالمي. طبعا لم يفصل، لكن يقصد أنه هو بيقود السعودية إلى العلمانية، وهذا طبعا حدث فيه تغير تاريخي كبير. فهنجد أنه مايك بومبيو ينظر الأمور نظرة دينية. أنت إيه موقفك من الإسلام؟ ما موقفك من العلمانية؟ ما موقفك من كما نرى يعني كل التحركات؟ ما فيش إلا قاسم سليمان اللي قتله لما رفض أنه هو يخرج من العراق، فطير رقبته يعني. نختم أخيرا، بومبيو قال أيضا أن واشنطن جنبت اندلاع حرب هوية بين الهند وباكستان في عام 2019. يقول الذي حدث أنه في إسلاميين مسلحين قتلوا 40 جندي هندي، فقامت الهند بقصف باكستان، فباكستان هددت بالرد، فقال الأمر كان ممكن يتطور وممكن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب هوية بين الهند وباكستان. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، والمذكرات تحتاج إلى حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله نخصصها في المستقبل. ختاما، هنا فيديو سابق أنا عملته عن تحالف الأقليات في المنطقة الذي تقوده أمريكا، وهو بيشرح السياسة الأمريكية تجاه إيران. أرجو الاستماع إلى هذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.